يسعد اوقاتكم واهلا وسهلا فيكم منين ما كنتوا عم تتابعوني في فيديو جديد ويوم جديد. وقبل ما ابلش الفيديو رح اشكر كل شي فادني. انا شوي انشغلت وكان عندي ضغط شوي هيك بالدوام وبالامتحانات لهيك تأخرت عليكم، بس اجيتكم بوصفة طيبة ولذيذة وان شاء الله يا رب تجربوها. جبت لكم اليوم وصفة تاكو، أكلة مكسيكية. أنا ما كنا نعرفها بس هون تعرفنا عليها وحبوها أولادي كتير. جربتها بأكتر من طريقة وبكل الحالات كانت طيبة وحبيناها، ورح نزلكن إياها بالفيديوهات الجاي. مشان هالوصفة معاي جبنة موزاريلا، زيت زيتون، خبز تورتيلا، والبهارات بودرة بصل، زنجبيل مناعم، بودرة ثوم، كزبرة ناعمة، فلفل أسود مطحون، بابريكا، زعتر ناشف مطحون، وخردل ولبن ومايونيز وملح وصوص الصويا، والشيش أنا مقطعته هيك. وهلأ رح نتبلن، ومعاي خضرة، الخضرة هني كزبرة وبقدونس وخس وليمون. حطينا صوص الصويا معلقتين، أنا الكمية اللي عاملتها مقدار كيلو ونص شيش. وهلأ رح احط البهارات مشان ننقع الشيش، وكل ما انتقع بفترة أطول كل ما أطيب. هي كل البهارات معي. وبعد ما حطينا الخردل وصوص الصويا نزلت البهارات عليهم، ورح حط الملح. حطيت الملح وحطيت هلأ هون الزيت، ورح نتبلن لحتى تتغلغل التتبيلة كلها. ما شاء الله ريحة التتبيلة لما عم نحرك كتير طيبة. ورح ندخلها هلأ على البراد لمدة 3 ساعات، وفيكن تعملوها قبل بوقت أو قبل بيوم، بتعطي الطعم أطيب والبهارات بتكون ممتزجة أكتر. وهيك غلفناها وهلأ رح ندخلها على البراد. رح أجهز صوص، حطيت ليمون وهي باقة كزبرة ونص باقة نعنع وفليفلة حلوة. هلأ هن المكسيك هي الطبخة الأساسية لازم الفليفلة الحدي، بس أنا حطيت حلوة. وحطيت لبن معلقتين كبار، و3 معالق مايونيز وملح، وراح نخلطهم كلياتهم. هذا الصوص كتير طيب وكتير رح يعجبكم، نكهته هي اللي بتعطي هيك الحموضة والطيابة. وهيك بعد ما خلصنا كمان رح دخله على البراد شوي لمدة ربع ساعة أو 10 دقايق بس لحتى يمسك مع بعضه. هذا هيك قوامه. وهي بعد 3 ساعات طالعت أنا الشيش. هلأ رح أحط زيت زيتون وننزل الشيش خلينا نحمسه. ريحته ما شاء الله كيف. هلأ أنا هاي صدور دجاج مسحبة بنشول منها العظم على الآخر. ما بعرف كل منطقة شو بتقولوله، بس نحنا بمنطقتنا كنا بنقلها شيش، ناس بتقلها صدر دجاج وناس بتقلها شيش. وهلأ هون أنا عم قطع الخس ولجهزه، ونزلت الكزبرة وكانت الكاميرا مطفية فما قدرت أصور لكم اللقطة. هي بعد ما حطيتها عم قلبها المكونات مع بعضها ريحتها بتشهي. وهلأ هيك رح نبدأ التجهيز الأخير. بسم الله الرحمن الرحيم. حطينا الخبز وحطينا الجبنة. ما بعرف إذا أنتم بتحبوا يعني إنه تجربوا وصفات غريبة، فبس يعني أنا بحب إنه دائما بالتنوع دوام الحياة. بحب مثلا إذا أكلي حبيناها أو حبوها أولادي بحب جرب لهم إياها، وبتصير يعني إنه كمان بتنزل على الليستة دائما، بنصير من طبخاتنا المميزة. وهيك أنا عم حط الجبن، حطيت الجبن وحطيت فوق الشيش، وحاولوا تضغطوا عليها شوي. ورح خلص كل الكمية وبعدين لحتى إنه نحمصهم عم اضغط عليها هيك ضغطة خفيفة، ورح نعمل كل الكمية الباقي. وهلأ هيك على تقلاية تيفال تكون أهم شي ما بتلزق، بدون ما نحط أي زيت أو أي سمنة. حطينا عليها الخبز السندويشات اللي نحنا عملناهم، وبالفخارة هيك ضغطة خفيفة مع تحريكة بسيطة. وفيكن هاي المرحلة تعملوها بالجريل، بس أنا بحب إنه يعني شغلات الشاورما وهيك إنه فخارة لحتى أعطيها حقها وتطلع يعني إنه مزبوطة. ونتعذب شوي بس بتعطي طعم أطيب وبتعطي هيك تحميصة أكتر. وهيك تحمست من جهة وقلبناها للجهة التانية، ونفس الشي هيك لفة بسيطة مع ضغطة بسيطة. ما شاء الله الريحة. وهي هيك من الجهتين. ورح نخلص كل الكمية
بتمنى تجربوها وتكون يعني هيك إنه من الأكلات المميزة. هلأ نحنا صارت عنا حسب الأطفال ما قرروا إنه هي أطيب من الشاورما. وهلأ هيك بعد ما خلصنا ما بقدر أوصف لكم الريحة والطعم، لازم تجربوها واكتبوا لي بالتعليقات إذا حبيتوها. وهذا كان فيديو اليوم، لا تنسوا اللايك للفيديو والاشتراك، وبشوفكن بفيديو جديد. استودعتكن الرحمن.